شريف، تعرف ان في دراسة جديدة بتقول ان اكل 300 جرام من الفراخ في الاسبوع بتزود فرص الوفاة بنسبة 27%؟ ده غير زيادة فرص الإصابة بسرطانات زي المعدة. وعشان نفهم أكتر، ف 300 جرام يعني تقريبا صدر فرخة كبير. ولما دورنا شوية لقينا إن الدراسة وجيهة جدا، هي اتعملت على حوالي 5000 شخص لمدة 19 سنة، فبالتالي هي مش كلام فارغ. لكن في نفس الوقت ما وصلتش لعلاقة سببية واضحة، فاحنا هنقول لكم الخلاصة. مشكلة الفراخ مش في الفراخ نفسها، المشكلة أولا هي اتربت إزاي، بتاكل إيه، بتاخد هرمونات، كيميكالز، لأن كل ده بيصب عندك في الآخر. ثانيا، أنت بتطبخها إزاي، مشويه، مقليه، في الفرن. ثالثا، وده مهم جدا، نوع الزيت او الدهون اللي بتستخدمها وبتاكلها معاها، زائد كمان شويه عوامل خارجيه. واحده من مشاكل الدراسه دي ان هي ما اتكلمتش عن نمط حياه كل شخص، بيدخن مثلا، بياكل سكريات، ما بيلعبش رياضه خالص، ما بيتحركش اصلا. بس انت لو عايز تاكل وتطمن، حاول تشتريها من مصدر موثوق، تبقى متاكد من التربيه والاكل. ابعد خالص عن الزيوت النباتيه المصنعه وانت بتطبخها، لان الزيوت دي بتزود الالتهابات وبالتالي اي امراض مزمنه لحد السرطان. انت حتى الطبق اللي بتاكله مع الفراخ ليه تاثير، فلو كلتها مع خضار مثلا هيبقى احسن بكتير من انك تاكلها مع كربوهيدرات بسيطه زي المكرونه. الطريقه اللي بتطبخ بيها كمان مهمه جدا، الشوي، التسويه على البخار مع نسبه دهون قليله، دي احسن حاجه. وعموما لو مش هتبقى واثق في مصدر الفراخ وتربيتها، فالاعتدال في الكميات مهم جدا، زائد ان نمط حياتك عموما يبقى صحي. يعني ما تقللش اكل فراخ وانت اصلا بتستهلك 3 كيلو سكر في الاسبوع.